بقول لك ايه يا ايمن؟ ها. انا عايز اتعلم سواقه الريس. انت بتسوق ايه دلوقتي؟ عجله. عجل؟ اه. وعايز اول لما تشطح تنطح كده وتركب ريس؟ يا ريت والله. انت عايز تموت نفسك بقى؟ مش الدرجه دي. ناس كتير اتعلمت على ريسات وجات معاهم، تمام. بس مش في كل مره تسلم الجره. انا نصيحتي انك تبتدي بحاجه صغيره الاول، سكوتر او مكنه صيني، حاجه 150 سي سي 200 سي سي 250 سي سي، وبعد كده تبتدي تعلى بالتدريج زي ما انا عملت. انا عملت كده، انا ابتديت بسكوتر اس ار 150 سي سي، بعد كده طلعت على سكوتر 300 سي سي، وبعد كده نقلت على الهوندا 600 السي بي ار 600. فكان في تدرج في الموضوع. في ناس هتقول لك يا عم الموضوع مش مستاهل وبتاع، انتوا على عيني وعلى راسي، انتوا بتتشقلبوا وبتنزلوا من السماء وبتعملوا كل حاجه. انا بتكلم من وجهه نظري انا الشخصيه. ومن منطلق حته ان انا خايف عليك، لان انا جربت الوقعه بالاس ار 150 وجربت الوقعه بالهوندا 600. فلا، في فرق جامد قوي. اي ريس هيكون قوي جدا على حد مبتدئ واول مره يسوق. انت لو عندك توازن على العجله فالبايك اتقل من العجله، التوازن ده هيساعدك انك تقدر تسوق او تتعلم السواقه بطريقه اسرع، لكن مش على طول تنط على ريس، لان الريس قوته او الباور بتاعه جامد جدا. فيعني دوسه صغيره زياده هتشقلبك وهتوقعك. فانت ليه تغامر بنفسك وبفلوسك؟ ما هو ده لما هيقع انت مش هتخسر فلوس، اكيد. حاجته غاليه جدا. فانا ما بنصحش ابدا اي حد يطلع من ان هو ما فيش كده خالص يروح يركب ريس. في ناس عملتها ومشيت معاهم، بس ما انصحش.